علي منصور، صحفي في جريدة الفتح. النهارده معتصم انا وزمايلي في الجريدة علشان نطالب باعلان نتيجتنا اللي محجوبة من لجنة القيد اللي فاتت، بقالها 7 شهور محجوبة ومفيش ابداء اي اسباب واضحة من مجلس النقابة لحجب النتيجة. مشينا معاهم للاخر خالص، كل شويه يقولوا لنا اعملوا كذا، حلوا مشكله كذا، ماشيين معاهم وبنحل كل اللي هم قالوا عليه، لحد لما وصل المسؤول عن الملف بتاع الجريده بتاعتنا الاستاذ جمال عبد الرحيم، واكد بنفسه ان كده مشاكلنا كلها انتهت ومفيش اي مشكله بالنسبه لنا، وقال للمجلس اعلنوا نتيجه الفتح والناس دي مظلومه، وقال لنا الكلام ده بنفسه وقال للمجلس كله الكلام ده، ومع ذلك مفيش اعلان للنتيجه حتى الان. احنا بنطالب المجلس باعلان نتيجتنا ومعتصمين حتى اعلان النتيجه، وبنقول بنسالهم يعني النتيجه محجوبه ليه؟ ليه حاجبين النتيجه؟ المفروض احنا بنتكلم عن قلعه الحريات، نقابه الصحفيين قلعه الحريات في مصر، فازاي هي قلعه الحريات وبتسيب حق الصحفيين جريده الفتح وما بتعلنش نتيجتهم؟ كل المجلس بيقول ان الاستاذ كارم محمود سكرتير المجلس هو اللي رفض اعلان النتيجه، فاحنا بنساله واحنا منتظرين هنا في النقابه لحد لما يعلنوا النتيجه، وبنساله يا استاذ كارم ايه سبب عدم اعلان نتيجه الفتح حتى الان بعد 7 شهور؟ شكرا.